قرر فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الانفصال بشكل رسمي عن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش بالتراضي، لتنتهي بذلك مهمة هذا الأخير كمدرب للمنتخب المغربي. وحيد خليلوزيتش علق على خبر أقالة من تدريب منتخب المغرب، إذ بحسب بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فقد تمنى المدرب البوسني حظا سعيدا للنخبة الوطنية فيما ينتظرها من استحقاقات كروية أبرزها كأس العالم فيفا قطر 2022. والجدير بالذكر أن الجامعة عللت إقالة خليلوزيتش من منصبه بتباين الرؤى بينهما فيما يتعلق بتهيئ المنتخب المغربي لنهائيات كأس العالم الذي سينطلق في أواخر شهر نوفمبر القادم. والجدير بالذكر أن مدرب الوداد الرياضي سابقا وليد الكراكي يبقى المرشح الأبرز والأقرب لخلافة وحيد في تدريب المنتخب الوطني، والحسم في الأمر سيتم خلال الساعات القادمة.